وليد صلاح الدين كان بياخد قرارات والنادي بيلغيها. اسمع. هو مشي ليه طالما ان هو انجح واحد؟ هو على فكره في كل مره انا اللي بقولها لك، في كل مره سيد عبد الحفيظ بيمشي من النادي الاهلي بيواجه مشكله في المنصب ده. ماشي، ما اختلفتش معاك. ليه؟ ليه؟ لانه هو برضه كان مرن بقى اللي انت ايوه هو ذكي جدا سيد. انما لا وليد بص، وليد لما خد القرار بتاع امام عاشور لما ما سافرش اتنفذ القرار. انت عارف القرار كان ايه؟ وقفوا تحويله للتحقيق وخصم منه 1.5 مليون. حصل؟ اتنفذ القرار؟ اتنفذ القرار. اسلام نعم يا اسلام، هو انا قاعد جنب المستشار القانوني بتاع النادي الاهلي. لا اتنفذ فين؟ اتنفذ فين؟ ده جه بعديها راح عمل عمره، نزل الملعب. طيب ما اتخصمش منه فلوس. ما هي دي المرونه بقى. لا مش المرونه، ما فيش حاجه اسمها مرونه. ده انا مسافر، خلي بالك الماتش ده الاهلي لو خسروا كان بره دوري الابطال. ماشي بس دي مرونه. لا مش مرونه يا جدعان، الكلام ده لو حقيقي تبقى كارثه حرفيا. انت عارف يعني ايه مدير كوره ياخد قرارات والنادي يلغيها؟ يعني انت مهمش حرفيا، مالكش لازمه، جايبينك عدد بس كده. كمل. التعامل مع الفريق. هو انت شغال في ورديه عشان ما تجيش؟ هو انت كنت سهران شغال ماسك ورديه؟